السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي بتشوفني اول مرة، انا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين جلاش باللحمة المفرومة. وصفة لذيذة جدا جدا وكلنا بنحبها واساسية جدا في العزومات. زي ما انتم شايفين هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بحيث ان هو يبقى مورق. اساسي فيه ان هو يبقى مورق جدا معانا، وحقيقي طعمه حلو جدا جدا، هيعجبكم جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة هنعملها طبعا هنعصج اللحمة المفرومة اللي هنستخدمها. معايا زي ما انتم شايفين، معايا على البوتاجاز هضيف فيها اللحمة اللي انا هعصجها. معلقة زيت، وهضيف اللحمة معلقة صغيرة طبعا عشان اللحمة فيها دهن. وهضيف اللحمة واقلبها بالشكل ده لحد ما تبدأ تاخد لون معايا زي ما انتم شايفين. بعد كده هبدأ اضيف لها بصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة، وهقلبها زي ما انتم شايفين. بعد كده هبدأ اضيف التوابل اللي هستخدمها. هضيف فلفل اسود، هضيف معلقه صغيره قرفه، 7 بهارات، هضيف توابل لحمه، وطبعا حبهان بودر اساسي جدا، والملح بتاعها. وهقلب القرفه كمان بتديها نكهه حلوه جدا جدا، وهقلبها زي ما انتم شايفين. بعد كده هبدأ عندي مقطع قرن فلفل وطماطمية صغيرة، وهبدأ اقلبهم على اللحمه، وهغطيها واسيبها لحد لما تستوي. في الاثناء دي هبدأ اجهز الجلاش. زي ما انتم شايفين دي الصينيه اللي انا هستخدمها. هبدأ هنا عندي هنا استخدم خليط من السمنه والزبده. السمنه والزبده بتبقى خفيفه جدا، بتخلي الجلاش خفيف جدا. الزبده كمان لما بنستخدمها بتخليه خفيف جدا، وكمان مورق جدا جدا، حقيقي بتبقى حلوه جدا، وبتخلي الجلاش مقرمش من بره وطري من جوه، حقيقي بيبقى طعمه حقيقي خطير جدا. زي ما انتم شايفين احنا لازم نغطي الجلاش بتاعنا. هبدأ اخد اول واحده بعد ما دهنت الصينيه طبعا بالسمنه والزبده بتاعتي. هبدأ افرد اول جلاشة. هو طبعا مهري شوية الجلاش معايا، اللفة دي مهرية زي ما انتم شايفين شوية. هنبدأ نفرشها مفيش مشكلة. فردتها زي ما انتم شايفين. هفرد طبقة كمان، انا هفرد طبقتين وادهن سمنة زي ما انتم شايفين. لو فيها حتة زيادة هبدأ اتنيها كده في الطرف، مرة في الناحية دي ومرة في الناحية دي، يعني مرة في الناحية اليمين ومرة في الناحية الشمال، بحيث ان هو الجلاش يبقى متساوي معانا، ميبقاش عالي من مكان ومنخفض مكان تاني. وهدهنها بالشكل ده زي ما انتم شايفين بالفرشة. وهوزع المادة الدهنية الزبدة والسمنة. مش هضيف كتير برضو علشان الجلاش يبقى خفيف ما يبقاش تقيل معانا. هعمل الطبقة التانية، هضيف ورقتين بنفس الطريقة. طبعا واحنا بنخرج الجلاش بالراحة جدا، ونخرجه من قبلها بوقت علشان يفك، وضروري جدا ان احنا نغطيه. دول طبقتين في بعض. هبدأ افردها زي ما انتم شايفين، وتانيتها من الطرف التاني زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهبدأ ادهن بالفرشة زي ما انتم شايفين. مهم جدا ان احنا واحنا بنفرد الجلاش يكون متساوي معانا في الصينية، ما يبقاش فيه مكان عالي ومكان منخفض شوية، عشان لما نضيف المادة السائلة يشربها بشكل كويس ويبقى متوزع كويس في الصينية. هضيف بعد كده الطبقتين اللي بعد كده. وهفردهم بنفس الطريقة. هتني من الناحية دي خلاص. مهم جدا ان احنا نوزعه بالشكل ده. وهبدأ ادهن. طبعا استخدام الفرشة بيسهل علينا جدا، وما نحطش كمان كمية مبالغ فيها. شايفين الصينية مسوية جدا معانا ازاي. هبدأ اضيف طبقتين تانيين بنفس الطريقة، بس التانية هتكون من الناحية التانية. شايفين انا تنيتهم من الجنب التاني. كل مرة هنتنيه في جنب
بحيث ان يبقى الجلاش متوزع معانا كويس. ودلوقتي هبدأ اضيف اللحمة بتاعتي اللي انا عصقتها زي ما انتم شايفين. هبدأ اوزعها. ضفت نص كل كمية الجلاش. هبدأ افرد اللحمة بتاعتي. طبعا مش بدهن الطبقة اللي انا بحط عليها اللحمة، مش بدهنها سمنة خالص. هبدأ اوزع اللحمة بالشكل ده، بس هكون حريصة جدا ان هي ما توصلش اطراف الصينية علشان ما تلزقش فيها وتتحرق وتعمل ريحة. هوزعها كويس زي ما انتم شايفين بحيث ان هي تبقى متساوية في الصينية. خلاص كده انا وزعت كمية اللحمة زي ما انتم شايفين بعيدة خالص عن الاطراف. هبدأ اعمل الطبقة اللي بعد كده. هضيف طبقتين وادهن على بدهن السمنة زي ما اتفقنا كل طبقتين. هضيف الورقة هتنيها من الجنب التاني زي ما انتم شايفين، وهبدأ ادهن السمنة. هتأكد ان انا دهنت السمنة بشكل كويس ووزعتها كويس. هبدأ اضيف طبقتين. دول ورقتين ماسكين في بعض. طبعا لما بيبقوا ورقتين ماسكين في بعض احنا بدل ما نفكهم ونقطعهم هنضيفهم بالشكل ده، نفردهم بالشكل ده. وهبدأ ادهن السمنة. بعد كده لو في عندي ورق، عندي زي ما انتم شايفين ورق متقطع زي ما انتم شايفين كده، هبدأ ارصه جنب بعضه بالشكل ده. مفيش مشكلة خالص، يعني مش هرمي حاجة. هوزعه كويس بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهضيف ورقة وهساوي السطح زي ما انتم شايفين، وهرجع ادهن سمنة. وهكمل بنفس الطريقة. دول ورقتين ماسكين في بعض، هبدأ افردهم وهتني من الجنب التاني وهرجع ادهن. لما نلاقيهم ورقتين ماسكين في بعض مش مشكلة خالص، نفكهم نضيفهم وبعد كده ندهن سمنة. احنا كده كده بندهن السمنة بين كل ورقتين. وزعتها بشكل كويس زي ما انتم شايفين. دي طبعا الورقة الأخيرة. شايفين الصينية سطحها متساوي. زي ما انتم شايفين انا قطعت الجلاش قطع متساوية بسكينة حامية. طبعا قطعته بالشكل ده زي ما انتم شايفين. دلوقتي هدخله فرن سخن على درجة حرارة 180. مهم جدا الحرارة تبقى عالية. اول ما يبدأ ياخد لون معانا هخرجه واسقيه الخليط اللي انا هعمله دلوقتي.
دلوقتي هجيب بيضة وهبدأ طبعا اضربها كويس بالبيضة بالمعلقة الاول، وبعد كده اضيف عليها كوباية لبن، وهضيف ملح وفلفل اسود. كمان هضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر، هضيف معلقة 7 بهارات او 7 توابل. كمان هضيف مكعب مرق الدجاج بيدي طعم حلو جدا، وكمان بيكنج باودر بيديله بيخلي الجلاش يبقى مورق وحلو جدا. وهقلب الميكس مع بعضه زي ما انتم شايفين، واول ما ياخد لون معايا في الفرن هخرجه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهبدأ اضيف الخليط اللي انا عملته، هسقيه باللبن، وطبعا هرجع تاني ادخله فرن سخن طبعا جدا، تكون الحرارة عالية علشان ما يعجنش معانا ويشرب الميكس اللي انا عملته. زي ما انتم شايفين انا خرجته من الفرن واخد لون جميل جدا جدا ومورق وحلو جدا. هبدا اقطعه بالسكينه زي ما انتم شايفين، طبعا هدوس مكان ما انا مقطعه من قبل كده، الموضوع بسيط خالص يعني، هو يدوب انا هفكه من بعضه بس، لكن هو متقطع. وطبعا جاهز على التقديم. شايفين شكله لونه مورق ومقرمش من جوه وطري مقرمش من بره وطري من جوه، حقيقي مميز جدا. شايفين طبقات ازاي ومورق ازاي، حقيقي وصفه لذيذه جدا جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. صدقوني دي احلى وصفه ممكن نعمل بها الجلاش باللحمه المفرومه، جلاش مورق وجميل جدا جدا ومقرمش من بره. شايفين الطبقات واضحه جدا ازاي، شايفين قطعه الجلاش الطبقات فيها واضحه ازاي، حقيقي طعمه حلو جدا جدا. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا، ونشوفكم الفيديو الجاي.